اهلا بكم في برنامج العالم، وصلنا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن محمد القاضي. محمد القاضي قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي اللي عمله نفسه على نفسي، وعمله نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتن مصر ومنبع للتعصب فتن مصر. طبعا شخص كاري وحاقد وغلبه جدا تجاه النادي الاهلي اللي عمله نفسه على نفسي، وعمله ده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير كده بجد فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا محمد كذا طبعا بيقول كلام، طبعا هو بيقول كلام بشع، الناس ده كلام غير محترم، ده كلامه بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراءات على النادي الاهلي، حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل مرض نفسه ومرض نفسي، عملوا ده نفسيه بجد يعني. طبعا محمد كذا طبعا هو بيت وش بتراهم، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في التواصل من فوق ده لسه كده انه بيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما بتجنن ده ملوش غير الموضوع ده من سنين، لانه بيقرا وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يفوز بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكذب، وحاجه في منتهى الحقد وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى التعسف فتنه. تعالوا شوف كده. عشان كده ما تمش لحد دلوقتي تجديد عقد حسين الشحات. يعني والله عايز اقول لك يا محمد، قائد الاهلي هيفضل مجننك وهيفضل مربي لك خفيف. طلع بيقول كلام اوهام وكذب. محمد قائد بيقول كلام اصلا كله كذب وافتراءات. طلع بيقول لحسين الشحات لغايه دلوقتي ما جددوش. مين قال لك كده يا محمد القائد؟ محمد قائد حسين الشحات اصلا جدد مع النادي الاهلي، لكن زي دول مش عارفين حاجه، او هم في الاوهام، او هم عارفين بس هم بيطلعوا يكذبوا واوهام من دماغهم. ودايما زي ما قلت لكم، زي ما لعيبه النادي الاهلي وجعهم، الاهلي واجعهم دايما، زي حسين الشحات واجعهم او مضايقهم قوي. الاهلي دايما على طول واجعهم ومضايقهم قوي. فعايز اقول لك يا محمد قادر، الاهلي دايما هيفضل مربي خفيف، ويفضل مجننك، ويفضل وجعك، ويفضل عمل لك عقده نفسيه. طبعا محمد قادر قلت لكم هو بيحب يسير الجلبه كنت صفتنا، وبيحب الترند والله. طبعا محمد قادر طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. محمد القاضي اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح لله انسى